السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى وصفتنا جميلة خالص، بيحبوها الأطفال وبيحبوا يجيبوها من بره وبنصرف عليها كتير. النهاردة ان شاء الله هنعمل كنتاكي في البيت، سهلة جدا ولذيذة وطعمة، وفي نفس الوقت انت عاملاها بإيدك وعارفة كل مكوناتها، مش فيها اي حاجة خالص، مش مضرة. اول حاجة عندي هي المقادير. عندي هنا نص فرخة من الوراك، عايزة وراك عايزة صدور اللي تعجبك. عندي كوباية دقيق عليها معلقتين نشا، عندي كوباية مية، نص كوباية حليب. البهارات بقى اللي عندك كله حطيه. انا حاطه هنا معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسمر، معلقة حبهان بودر، معلقة فراخ، توابل فراخ، وعندي هنا معلقة 7 بهارات، ومعلقة توم باودر وبصل باودر، وعندي مكعب ماجي، وعندي هنا توابل فراخ مشوية، وعندي توابل عربية. اول حاجة هنا عندي احط يا حبايبي هنا كوباية الدقيق، عليها معلقتين النشا الكبار، وابتدي اضيف نص كوباية اللبن او ربع كوباية اللبن. اللبن يا جماعة بيدي طراوة للفرخة. هبتدي بقى احط كده التوابل كلها على بعضها قبل ما احطهم عندي على الدقيق. هبتدي الاول اقلبهم عشان هاخد منهم بس معلقة واحدة للدقيق بتاع الخلطة بتاعنا، ماشي. وهنركن المعلقة التانية دي على جنب عشان نبقى نحطها في التغليف النهائي. هبتدي كده امسك مكعب المرقة وافركه كده بايدي، وبعد كده هفضل اقلب وازود بقى كمية المية عندي للخليط، يبقى شبه خليط الكيكة اللي هو ولا منه تقيل ولا منه خفيف. هنفضل نقلب كده. بصوا زي ما احنا شايفين كده، لسه عايزة شوية مية احط لها تاني كده. خلاص بقت مظبوطة. هفضل اقلب كده لحد ما تبقى قوامها حلو قوي. حاولي ما تعملهاش سايلة عشان ما تنقطش منك الخليط وانت بتعملي في الدقيق. عندي خليط، بصوا شايفين حلو ازاي وجميل. هبتدي بقى احط عندي النص الفرخة اللي وراك اللي هي المسلوقة، طبعا انا سلقاها سلقة اللي هي كاملة. هبتدي كده احط لي الخليط واركنها عندي لمدة 6 ساعات، عشان عايزة الخليط يمسك في قلب الفراخ، والفراخ تاخد كل البهارات اللي في قلب الدقيق، وتقعد في الخلطة شوية كده محترمين وحلوين، عشان تحس بطعم الفراخ الكنتاكي اللي احنا بنجيبها من بره. بصوا هفضل كده اقلب راح كده يمين وشمال عشان خاطر اجيب كل التوابل عندي في قلب الفراخ. هركنهم بقى على جنب اهو. بعد ما سيبناها لمدة 6 ساعات، عندي هنا بقى الدقيق بتاعنا بتاع التغليف النهائي. هبتدي احط عليه المعلقة اللي احنا كنا سايبينها على جنب، وابتدي بقى اخد قطعة من الفراخ، هغرقها شوية كده من الصوص جامد. هقلب الاول اللي عندي هنا الدقيق. هبتدي بقى اخد كده قطعة من الدبوسة واحطها كده شوية في التتبيلة، وبعد كده انزلها عندي الدقيق، واحاول على قد ما اقدر ان انا اغلف الدبوسة كلها كويس من الدقيق. عايزة تبقى ايد في الخلطة وايد في الدقيق عشان ما بوظش الدقيق كله من الخلطة ويبقى في ايدينا تبقى معجنة. بصوا كده بالراحة. هفضل كده اقلبها كده يمين وشمال ونضفها كويس من الدقيق. بصوا شكل التعريجة بتاعت الكنتاكي. هركنها بقى عندي على جنب، وامسك واحدة تانية برضو اعملها معاكم لحد ما اخلص الكمية كلها. ببقى انا بقى دلوقتي حاطة عندي على النار حلة صغيرة، حاطة فيها زيت غزير ومسخنة الزيت قوي عشان انزل عليها الفراخ على طول عشان تاخد صدمة القرمشة بتاعت الفراخ. هبدأ كده هبطن كويس. بصوا كده خلص بقى عندي كده الكمية كلها زي ما احنا كده شايفين. بصوا الكمية كلها بقت حلوة ازاي وجميلة. كل ده بس من نص فرخة. بصوا شكل الخلطة عاملة فيها ازاي. بصوا يا جماعة تبريئة الدقيقة عاملة ازاي حلوة. هنا بقى عندي هجيب الزيت زي ما احنا قلنا غزير كده في حلة صغيرة عشان ما تستهلكيش الزيت كله.
هبتدي بقى احط قطعة الفراخ، بس اهم حاجة اتأكد ان الزيت سخن. حطينا اهو قطعتين، ما تكتريش كتير في الحلة، يعني هما قطعتين 3 عشان ايه يستووا براحتهم. هو طبعا الفراخ عندنا مستوية، بس عشان خاطر يقرمشوا براحتهم ويدي اللون كلهم لون واحد كده يبقى شكله حلو. هفضل اقلب فيها كده بالراحة لحد ما تختاري بقى اللون اللي يعجبك. انا اخترت اللون الذهبي الحلو الجميل اللي زي ما احنا شايفين كده. هصفيها عندي بقى على ورق منديل مطبخ عشان لو في زيت ولا اي حاجة. بصوا زي ما احنا شايفين، بصوا جمال بقى الكنتاكي الجميل بقى مع السلطة بقى وشوية كاتشب. وماريو بقى قاعد بيبص لنا بقى وبيقول لنا تعالوا اتفضلوا. عايزه اقول لكم وصفه جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كنتم مع احلى الوصفات مع ايمان وماريو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.